السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مازال البحث جاري عن الناس اللي عايشة تحت الأنقاض يا جماعة. ادعوا لهم يا جماعة ان ربنا يكرمهم ويطلعوا بالسلامة. ومنهم ابو ولاد لولا فاني. طبعا كلكم عارفين لولا فاني. ادعوا الأستاذ ضياء، ادعوا لولا فاني ان ربنا يكرمها ويكرم ابو اولادها ويطلع بالسلامة يا جماعة. بقاله دلوقتي حوالي يمكن 14 ولا 15 ساعة تحت الانقاض. حاجة صعبة قوي قوي البيت يعني. صراحة عمالين بالبرتوزر وعمالين يدوروا على ناس تكون عايشة ولا ناس جارحة ولا يعني حاجة تحزن. حاجة تحزن صراحة بجد. يعني الواحد كل دقيقة يدخل يدور ويشوف يا ترى الأستاذ ضياء ده طلع بالسلامة لولاده ولا لسه. والله الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم. هما لولا فاني متطلقة منه تقريبا من حوالي 3 شهور، بس أبو بناتها يا جماعة، أبو بناتها. ادعوا له وادعوا لكل الموجودين تحت التراب ولا تحت الارض ولا تحت الانقاض بتاعه البيت ده، ان ربنا يكرمهم ويطلعوا بالسلامة. تخيلوا بقى كده الطفلة اللي تعيش واهلها توفوا، ولا الاب اللي يتوفى والاولاد يبقوا يعني حاجة بصراحة حاجة تحزن، حاجة تحزن. فادعوا لهم كلهم ان هم يطلعوا بالسلامة يا رب. ربنا يكرمهم ويطلعوا بالسلامة. دعواتكم كلكم يا بنات ان كل الموجودين تحت الانقاض يطلعوهم بألف سلامة يا بنات يا رب يا رب. يلا يا بنات بقى عشان مش عايزة اطول الفيديو. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.